السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم على بعض الأخطاء في لغة الجسد، واللي المفروض إن أنت تاخد بالك منها في حال إن أنت كنت بتتعامل مع شخص له مكانة أو شخص له جماهيرية كبيرة، وكمان لو كنت شخص معروف أو شخص يعني عنده علاقات اجتماعية كتيرة جدا أو معروف على المستوى العالمي. طب هنستشهد بالموقف اللي حصل ما بين اللاعب المصري محمد صلاح والمدرب مدرب ليفربول يورجن كلوب. طيب حصل ان المدرب مدرب ليفربول محمد صلاح واقف على خط الملعب وكان هينزل تبديل. المدرب بتاعه راح له واتكلم معاه، يعني اداله بعض التعليمات، يعني او اداله بعض الكلمات كده. محمد صلاح لو لاحظنا كده هنلاقي ان في البدايه استقبل منه، قال له اوكي تمام، ثم اصدر رد فعل، ورد الفعل بتاعه كان رد فعل حاد جدا، ولذلك هتاخد بالك ان المدرب بتاعه سحب نفسه لورا. طيب سحب نفسه لورا ليه؟ علشان ده كده بيعمل حاجز وخط دفاعي ما بينه وما بين اللاعب بتاعه، لأن هو شايف إن رد الفعل اللي هيصدر من محمد صلاح ممكن يكون رد فعل عنيف أو يكون رد فعل حاد قوي، فيبان للجمهور ويبان للمشاهدين ويبان لكتير جدا من متابعين النادي في العالم أجمع إن في مشكلة كبيرة ما بين الاتنين. فبالتالي يورجن كلوب كان ذكي جدا إن هو يسحب نفسه ويرجع ويسيب المساحة كاملة لمحمد صلاح. طيب ايه اللي بيقول ان محمد صلاح كان فعلا هيحتد والاحتداد بتاعه كان هيزيد والكيرف بتاعه كان هيعلى ويصدر منه غضب شديد؟ وهو ان اللاعب زميله وهو نازل حاول ان هو يهديه او ان هو يفصله عن المدرب، علشان كان شايف من وجهة نظره لان هو الاقرب ليه في المشهد، فكان شايف ان محمد صلاح هيحتد اكتر او ممكن يصدر منه رد فعل قوي، فيصير مشكلة كبيرة جدا وتظهر للمشاهدين بشكل كبير. عايز اقول لك ان المشهد ده حصل في ثواني معدودة، ومع ذلك طبعا كتير جدا من المشاهدين خد باله، وناس كتيرة جدا اتكلمت عن الموضوع ده، وخصوصا كابتن ابو تريكة طلع اتكلم عن الموضوع ده وانتقد محمد صلاح وانتقد رد فعله اللي حصل مع المدرب بتاعه. طبعا شايف ان هو لاعب كبير وما ينفعش يصدر منه هذا رد الفعل، وفي نفس الوقت ده المدرب او الكوتش بتاعك ما ينفعش انك تحتد عليه بالمظهر ده. ده عرفناه منين؟ ده عرفناه من خلال لغة الجسد. فالنهاردة جسمك بيعبر عن أفكارك، جسمك بيعبر عنك بشكل لا إرادي أو بشكل لا واعي. فأنت النهاردة بتفكر في حاجة معينة، جسمك بيفهم الحاجة دي وبيترجم على طول رد الفعل. فبالتالي أنت كمشاهد لازم يكون عندك خبرة في لغة الجسد وتقدر تفهم هو إيه الموقف اللي حصل، وهل يورجن كلوب فعلا قال حاجة لمحمد صلاح كان سبب ان هي تعصبه او تعلي من الكيرف بتاعه او من كيرف الغضب عنده، فيصدر منه هذا الفعل. ولازم تاخد بالك كمان من ذكاء المدرب بتاع محمد صلاح، ان هو سحب نفسه كده ورجع لورا شويه علشان يدي مساحه لمحمد صلاح ان هو يطلع غضبه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه احتداد او اشتباك ما بينهم، لان هو لو كان واقف قريب منه كان ممكن يحصل اشتباك باليد، او على الاقل ان هو يعني يحرك ايده بحركه سلبيه او حركه لا اراديه وتكون شكلها طبعا اسوأ. فبالتالي يحصل مشكله كبيره جدا تاثر اولا على اداء الفريق، وثانيا تاثر على العلاقه اللي ما بينهم، وكمان تاثر على علاقه الجمهور او المشاهدين او المحبين لنادي ليفربول بالمدرب وباللاعب بتاعه. فالنهارده لغه الجسد واحده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتساعدك انك تظهر بشكل كويس، وفي نفس الوقت بتساعدك او ممكن ان هي تكون سلاح ضدك فتظهر بشكل سلبي أو بشكل مش أو غير لائق. فواحدة من الحاجات المهمة جدا جدا وانت بتتعامل وبتشوف هذا المشهد، وانت بتتعامل وبتشوف مشاهد كتير في لغة الجسد سيئة، عقلك اللاواعي تلقائي لما بيفهم ان الموقف ده سلبي بيبدأ يترجم في الذاكرة، ذاكرة اللاوعي، ان الموقف ده سلبي. فبالتالي لو هيحصل منك في احد المواقف، تأكيد ان عقلك الباطن على طول بيصدر لك اشارات وعلى طول بيدي لك منبهات بتقول لك ان هذا الموقف سيء جدا. ف يعني لازم نتجنب هذا المشهد، لان بالتالي هيظهر رد فعل سيء عند المشاهد او عند الاشخاص المحيطين او الموجودين في الموقف ده. فده كان تعليقا على المشهد الخاص بلغة جسد محمد صلاح ومدرب ليفربول.
اللي طبعا ناس كتير جدا اتكلمت عليه، فحبيت اعمل عنه فيديو علشان نعرف ونتكلم ونقول يا جماعه ان تفكيرك بيترجم على طول كده في سيالات عصبيه، وجسمك بيبدا يطلع رد الفعل، وده اللي احنا بنسميه علم لغه الجسد. ولو انت مهتم بقى انك تتعلم اكتر عن علم لغه الجسد وعن علم التحليل النفسي من خلال ملامح الوجه، علم الفراسه، تقدر دلوقتي انك تعمل اشتراك للقناة دي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كتير جدا من الفيديوهات المفيدة واللي هتساعدك انك تتعلم اكتر ويكون عندك وعي بعلوم التحليل النفسي. شكرا، السلام عليكم.